الولد الريفي راح بيت الكفيله بتاعته لاول مره، كان خايف يوسخ البيت فساب الجزمه القماش المتوسخه بتاعته بره على الباب من غير ما حد يحس، وهو باصص على البيت الشيك والفخم وقف متلخبط عند المدخل مش قادر يدخل خطوه واحده. ما اتحركش غير لما هي قالت له يدخل، حط الشنطه بتاعته في الركن جنب الباب وبعدها مشي بتقل لحد طرف الكنبه وقعد، بس بسرعه خد باله انها كانت قلعت الجزمه قبل ما تطلع على السجاده. اتكسف قوي وما قدرش يرفع راسه. اديت له كوبايه ميه بس هو خاف يوسخ الكوبايه. لما جرس الباب رن هي راحت تستلم الطلب، هو بسرعه قلع الشبشب وحطه بره السجاده. كانت طلبت فراخ مقليه وبطاطس وبرجر، عمره ما شاف الاكل ده قبل كده. بلع ريقه في هدوء وما مداش ايده غير لما هي قالت له ياكل. حاول على قد ما يقدر يتحكم في تصرفاته. بعد الاكل لفت بيه في الاوضه وعرفته ازاي يستخدم العفش، وبعدين خدته الحمام وورته ازاي يشغل سخان الميه. بس لما طلع لاحظت انه لبس هدومه من غير ما ينشف نفسه. اديت له فوطه بس الولد برضه ما استخدمهاش، ما كانش عايز يبقى عبء عليها باي شكل، وبسبب انه اكل فراخ مقليه كتير بطنه وجعته في نص الليل. حاول ما يعملش صوت بس هي سمعت صوت السيفون شغال كذا مره. سابت له دواء للمغص على الترابيزه وقالت له ياخده قبل ما ينام. لما طلع ما كانش في حد في الصاله، حب يشرب ميه بس افتكر انه ممكن يوسخ الكوبايه، فمسك كوبايه التيك اواي المرميه، فتح الحنفيه على اقل درجه، غسل الكوبايه ملاها ميه وخد الدواء. تاني يوم الولد صحي الساعه 6 الصبح وبدا يذاكر. لما هي دخلت تطمن عليه لاحظت انه ما فردش الكنبه السرير مع انه طويل، الا انه كان متكور على الكنبه طول الليل. بسرعه ورته ازاي يفرد الكنبه، وعلى الفطار طلبت له شرب رز ساده، بس الولد كان حاسس بالذنب علشان دايما بيصرف من فلوسها.